شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. اليوم رحت اسوي فيديو عن اكثر شيء انسأل عليه، وخاصة بعد ما الطلاب خلصوا السادس وطلعت نتائجهم، فدا تجيني هواية مسجات عن انه شلون اعادل شهادتي العراقية بريطانيا وبعدين كملت طب وهالاشياء. اليوم الفيديو ما راح يكون عن رحلتي كاملة، بس لانه هي موضوعها كلش طويل وتفاصيلها كلش طويلة. راح يكون مركز أكثر على شلون خلصت السادس بالعراق، وشلون قدمت من كنت بالعراق قدمت على بريطانيا وانقبلت، وشنو هي السنة اللي سويتها وشلون عادلتها وهالأشياء كليتها. يعني راح أركز على سنتي بالعراق وسنتي أول ما أجيت بيوكي، بس حتى أعادل شهادتي العراقية. أول شي لازم تفهمون إنه لازم تفكرون بالدراسة برا بشكل كلش جدي قبل ما تقررون، لأنه الدراسة برا مو عبارة عن إنه أني سافرت طبيت طلعت وشوفوني وهياتني درست برا وجبت شهادة من برا وهالأشياء. الدراسة برا بنفس الوقت انتو راح تعوفون أهلكم، راح تستقرون بعيد عنهم، راح تكونون وحدكم، ما تعرفون إذا راح يكون عندكم ناس واقفة لكم هنا، ما تعرفون إذا راح تعرفون على ناس زينة مو زينة، ما تعرفون إذا راح تتأقلمون ويا الثقافة اللي بالدولة الثانية، ما تعرفون إذا الدراسة راح توالمكم. يعني هالأشياء بشكل عام كليتها لازم تفكرون بيها قبل ما تقررون، وليس بس فكرة إنه أنا أريد أطلع من العراق لازم أدرس برا. فاهميني؟ بس فكروا بيها بكل نواحيها الإيجابية والسلبية، لأن هواية ناس طلعت ومع الأسف ما قدرت تكمل برا لأنه شافت معيشتها كلش صعبة، فبنفس الوقت ضاع عليهم سنة هم يحاولون يدرسون برا، سنة ينقلون بيها، تعب، مصاريف، نقلة كاملة، نقلتوا عيشتكم من مكان لمكان، بالأخير ما حبيتوها وقررتوا ترجعون. فالقرار مو سهل إنه ينأخذ، يحتاج تفكير كبير من كل النواحي. وحتى أنا كطيبة ما فكرت بيه من كل النواحي، فكرت إنه أنا أريد أدرس طب برا وأريد شهادة معترف بيها حول العالم، ما أريد أطلع بدول لازم أعادل شهادتي بيهن وهالأشياء كلها. أريد شهادة لو وين ما أروح بكل دول العالم هي معترف بيها ويباعولها بنظرة زينة. ما فكرت بكل التفاصيل، يراد لها هواي تفاصيل لازم تركزون بيه. يعني كل إشي بحياتكم اليومية اللي تسووه هناك انتو لازم يتخلى ببالكم انه هالشي راح تكونون وحدكم بيه وانتو لازم تسووه برا. فبس نصيحتي لكم انه فكروا بيها قبل ما تقررون. أنا تجربتي كطيبة، من كنت خامس إعدادي قررت إنه إذا ما طلعت معدل الطب بالعراق اللي هو 99 وفما فوق إني أطلع أدرس برا، وفكرت بكل الدول وقررت إنها راح تكون بريطانيا. وخليت هالفكرة براس أهلي إنه شوفوا ترى إذا أنا ما طلع لي طب هنا أنا أولويتي إني أبقى يمكم، بس إذا ما طلع لي طب هنا أنا رايحة بريطانيا. أول ما بديت أدور أعرف إنه هو الموضوع ياخذ له سنة كم شهر على مود الإجراءات وهاي كليتها. بس أنا كطيبة يعني كنت كلش صغيرة وما أعرف شلون أسويها، فشنو رحت أنا وأمي على مكتب بالمنصور بوقتها. رحنا على هالمكتب حكينا وياهم أريد هيج، وقالوا لي أنتي جاية كلش من وقت، ما راح نقدر نسوي لك هسه شي، تعالي قبل ما تسوين بالعطلة اللي تقعدين تدرسين بيها للسادس. فقلت هم متأكدين ما راح تروح علي سنة أعرف الإجراءات تطول وهالأشياء؟ كان يقولوا لي لا تعالي بذيك الفترة حتى رأسا بس تطلع نتائجك نقدم لك ونسوي لك. قلت لهم أوكي أنتوا أدرى، يعني بالأخير أنتوا تقدمون للناس. أوكي رحت ورا سنة رجعت لهم، بدينا الإجراءات وياهم، بديت أدفع لهم وهالأشياء. بعدين قامت توصلني إيميلات من الجامعة إن هم كلش زهقانين إن هم ما يعرفون ويا منو يتواصلون، فقاموا يخلون إيميلي البيرسونال الشخصي بالإيميلات حتى يحاولون يتواصلون وياي مباشرة، لأنه دا يكون عندهم إيميلات لهواي أشخاص يعني متدخلين بنفس الموضوع.
فحاولت أفهم، قمت أتواصل مباشرة ويا الجامعة، حاولت أفهم من عندهم إيش صاير. طلع المكتب دا يحكي يتواصل ويا شخص ببريطانيا، عراقي ببريطانيا، وهذا الشخص العراقي ببريطانيا دا يتواصل ويا مكتب بريطاني، وهذا المكتب البريطاني هو اللي دا يتواصل ويا الجامعة. فأني حرفيا المكتب مدفعني مو لشخص مو لشخصين، أني دا أدفع للمكتب اللي بالمنصور، للشخص اللي هم دا يتواصلون وياه، للمكتب اللي هنا ببريطانيا، حتى بس يحكي ياخذ وينطي ويا الجامعة بحد ذاتها، اللي هو الإيميلات اللي أنا بديت أخذ وانطي وياهم. المهم ما سويت مشكلة كبيرة بوقتها ويا المكتب. خلص إنه اتفقت ويا أمي خلص إنه نعوفهم تماما، وأني بما إني دا أعرف أخذ وياهم وانطي، ليش دا ندفع لمكتب كل فترة ويسوي لنا هالأشياء. خلص بديت أني أخذ وأنطي وياهم بالإيميلات، وكملت إجراءاتي على هالأساس بدون ما أحتاج أدفع لأي أحد أي شيء، مع إني دفعت لهم بالبداية، بس تقدرون من الأخير. الفكرة من هاي القصة كلها إن أنتوا تقدرون تتواصلون مباشرة ويا الجامعات، ياخذون وينطون وياكم بدون ما تحتاجون أحد يتواصل عنكم، بدون ما تحتاجون تدفعوا لهم، لأن الجامعة ما راح تدفعكم حتى تحكي وياكم، راح ياخذون وينطون وياكم على أساس إنه أنتوا دا تقدمون لهالجامعة. هم أكو شغلة لازم تعرفوها، إنه امتحاناتنا بالعراق تصير عادة إذا شي زين بداية السادس. أنا بوقتها ما أدري ب2017 ما أعرف شنو كان صاير، شوية خدناها متأخر، فلما وقت الامتحانات شهر وراها تطلع النتائج، ولما تبدون تسوون بأوراقكم هنا الدوام عندهم الجامعات يبدي شهر 9، فإنتوا كنتوا المفروض مقدمين مخلصين كل إجراءات الجامعة ومقدمين على الفيزا بداية شهر 8 حتى تقدرون تكونون هناك بال9، لأن الفيزا هم تاخذ وقت. فمن الأخير وقت امتحاناتنا بالعراق ما يوالم أبدا الدراسة برا، وهذا الشيء ما أتوقع وزارة التربية والتعليم ما أخذته بعين الاعتبار، لأنه ما معروف عندنا هواية ناس يطلعون يدرسون برا فيوافقون جدول امتحاناتهم ومواعيد امتحاناتهم ويا القبولات بالخارج. فبس مهتمين ومركزين على دراسة بالعراق والقبولات مال العراق. أول شي لما راح تبدون تقدمون، أول خطوة لأنه تقدمون بيها راح تروحون تشوفون انتو أي جامعة حابين تدرسون بيها بأي مدينة، ولا حد بس يفكر بلندن، لأن لندن أول إشي كلش غالية معيشتها، حتى إذا جامعة مصاريفها مو كلش غالية فهي المعيشة بلندن كلش غالية. فلا تفكرون إنه أنا بس يلا مسافر للندن، فكروا إنه أنتوا المصاريف اللي راح تحتاجون تدفعوها معيشتكم مش قد راح تكلف، زائدا مصاريف الجامعة بحد ذاتها. فأكو هواية مدن ثانية حوالين بريطانيا كاملة جامعاتها معروفة ومعترف بيها وكل هالأشياء، لا تركزون بس على الجامعات المعروفة، ادخلوا جوجل اكتبوا شنو الجامعات البريطانية وشوية شوية شوفوا شنو الكورسات اللي بيها. هسه أول شي لازم تسووه تدخلون على الجامعة اللي تريدوها، تدخلون على الكورسات اللي متوفرة بهاي الجامعة، تشوفون شنو انتو الكورس اللي تريدون تدرسوه. ما راح تختارون الكورس بس هو بحد ذاته، راح تختارون شي اسمه الكورس نفسه اللي انتو تريدون تسووه with a foundation year. عبارة عن سنة تحضيرية. هاي السنة راح تعادل لكم شهادتكم العراقية، لأنه إحنا ما عندنا A-levels GCSEs وهالأشياء كلها بالعراق، فشهادتنا العراقية كسادس ما معترف بيها في بريطانيا، تحتاجون تعادلوها حتى بعدين تكملون الكورس اللي انتو جايين تدرسوه. يعني أنا حتى أسوي طب رحت تاجيت أسوي فاونديشن يير للطب تحضرني إلها تعادل شهادتي بعدين أدخل طب. الفاونديشن يير المواد اللي تدرسوها بيها راح تفرق على حسب الاختصاص اللي تدرسوه. يعني أنا حتى أريد أدرس طب كان لازم أسوي بيولوجي، كيمستري، ماث وإنجليش بشكل عام. انتو إذا تسوون انجينيرينج
إذا حابين تسوون هندسة تخصصات هندسية ثانية راح يدخلوا لكم بيها الماث أكثر والفيزيكس أكثر، ما راح تحتاجون تدخلون بيولوجي كيمستري وهالأشياء. على طول السنة هاي لما تبدون السنة التحضيرية راح تبدوها تقريبا نص التاسع لشهر 5، وأكو سنة تحضيرية تبدي من شهر 1 لشهر 8. فيعني تقدرون إذا ما قدرتوا تلحقون على مال تاسع تقدرون تلحقون تقدمون على مال شهر 1، بس لأنه قلت لكم فرق التوقيت ما بين امتحاناتنا والقبول اللي برا. هسه بس السنة التحضيرية هي تبدي بشهر 1، فدير بالكم التخصصات عادة تبدي بشهر 9. يعني إذا أنتوا طالعين دايركت لتخصص هاي تبدي بشهر 9، ماكو اوبشنز لشهر 1 إلا إذا دراسات عليا ممكن يسوي لكم إياه. على طول السنة التحضيرية راح تكملون امتحانات، بحوثات، كل شي تتطلب على حسب الكورس والجامعة هي شنو راح تسوي لكم الامتحانات مالتكم. بالأخير بنهاية السنة راح تحتاجون تنجحون بامتحانات كاملة على طول السنة التحضيرية حتى تأهلكم إنكم تدخلون التخصص. يعني فكرة إنك دخلت السنة التحضيرية مو معناته إنك انقبلت بالتخصص، تحتاج تدخل تنجح بيها، تثبت إنه أنت شهادتك اللي جبتها من هاي الدولة أنت صدق ناجح بيها وصدق شاطر بيها حتى تنقبل بالتخصص. هسه دخلتوا السنة التحضيرية، كملتوا امتحاناتها، نجحتوا، ورا ما تنجحون لازم تسوون مقابلة interview. هاي المقابلة للتخصص بحد ذاته، فراح تدخلون. هسه أني من للطب سويت مقابلة اسمها الأماماي ميني انترفيو. أتوقع كان بيها يمكن 6 ستيشنز، كل ستيشن بيها أسئلة عن شي معين. هاي أوفرد من الجامعة إذا أنتوا نجحتوا، فراح تسووها ورا ما تطلع نتائجكم، وراح تسووها حتى إذا أنتوا ناجحين بالامتحانات مالتكم. إذا ما نجحتوا بالمقابلة هاي الجامعة ما راح تقدر تنطيكم الأوفر إنه أنتوا تخلصون التخصص بيها. راح تقول لكم هاي شهادة الفاونديشن، مبروك عليك أنت خلصت، عادلت شهادتك اللي جيت بيها من دولة ثانية. إذا حاب تروح لجامعة ثانية تقدم بيها تخصص تفضل، تقدر تسوي المقابلة مالتهم يمهم، بس إحنا أنت فشلت بالمقابلة يمنا ما راح نقدر تكمل بالتخصص. يعني هسه لازم تمتحنون كل الامتحانات المطلوبة تنجحون بيها، ولازم تنجحون بالمقابلة الخاصة بهاي الجامعة. الأشياء اللي يباعون عليها بشهادتكم السادس حتى يسووا لكم المقابلة حتى تبدون السنة التحضيرية هي بوقتها أنا بسنتي كانوا يدورون معدلات 92 فما فوق بالسادس، بس لما حكيت ويا الجامعة بشكل رسمي أخذ وعطاء اكتشفت إنهم ما يباعون على معدلكم كاملة بالسادس، يباعون على المواد اللي سويتوها بالسادس قد جبتوا درجات بيها اللي هم مهتمين بيها. يعني أني أريد أسوي طب يمهم، أعادل شهادتي حتى أسوي طب يمهم، باوعوا على درجة الرياضيات يمي، على درجة الأحياء يمي، درجة الإنجليزي يمي، ودرجة الكيمياء يمي. ما اهتموا بالفيزياء، ما اهتموا كلش باقي المواد اللي هي مو علمية اللي ما تأهلكم للتخصص مالتكم. ونفس الشي لو كنتوا تريدون تسوون تخصص ثاني راح يباوعون بشهادة السادس على المواد يعني اللي تأهلكم للتخصص هذا، ما راح يباوعون على شهادتكم العراقية كاملة. هسه حاليا ايش قد المعدلات القبولات اللي ما يحتاجوها ما اعرف، بس انصحكم لما تحجون الجامعة بحد ذاتها انطوهم درجاتكم وشوفوا هم شي يقولون، وان متأكدة ما راح يباعون على المعدل كامل، راح يباعون على المواد اللي هم يركزون عليها لتخصصكم. ورا ما تقدمون على الجامعة بحد ذاتها والجامعة راح تبدي تطلب من عندكم اوراق معينة. الأوراق راح تشمل إذا أنتم مقدمين كلش من وقت قبل امتحانات السادس راح تطلب من عندكم predicted grade اللي هي إحنا بالعراق ما عندنا إياها. أتوقع المدارس الانترناشنال الجديدة عندها إياه، بس أنا من كنت أقدم لأختي طيف قدمت لها قبل امتحاناتها حتى تلحق تطلع،
ورادوا مني predicted grades، ورحت لمدرستها وقلت لهم أريد predicted grades، والمديرة قالت إحنا ما ننطي predicted grades، يعني إحنا ما نتوقع الطالب شو راح يطلع، إحنا ننتظر النتيجة وننطيها لبرا للخارج إذا يريدوها، يعني أنا ما أقدر أوقع على هيك ورقة. مع إنه بأي دولة ثانية لما تروحون للمدرسة يقيمون مستوى الطالب ويقيمون الدرجات مالته خلال السنوات اللي راحت ودرجات نص السنة وكل هالأشياء، وينطون predicted grades بس لأنه هالشي مطلوب بالخارج، فموالمين سيستمهم ويا سيستم الخارج للي يريد يدرس. فبوقتها رحنا المديرية الكرخ أو ما أعرف هيجي شي، بوقتها رحت قلت لهم إنه أنا أريد predicted grades، لأن المديرة قالت لي إذا يجي موافقة من عندكم تقدر تنطيني إياها، بس هي ما عندها صلاحية إنه تنطي predicted grades ولا مسوين هالشي لطلاب من قبل. فقالوا لي صار إحنا همتين ما عندنا هالشي، فما راح ننطيكم أي شي. بعدين حكيت ويا الجامعة بحذاتها قلت لهم إنه إحنا سيستمنا ما راح يسمح لنا ننطي predicted grades. قلت لهم إنه عندنا شي اسمه نص السنة، امتحانات نص السنة، وتقريبا هاي تعطي prediction إنه أنتوا إيش قد راح تطلعون بالأخير، بس هاي الامتحانات most recent اللي أقدر أنطيكم إياها. فبوقتها سووا special circumstances وهالأشياء ووافقوا إني أجيب لهم درجات نص السنة وطيف، وانطيتهم إياه على أساس إنه هي predicted grades. ومشوا هي، بس احتمال كبير إنه الجامعات الثانية ما راح تقبل بهالشي. مشيتها أني إنه أنا آسفة أنا من العراق، سيستمنا هيك ما راح يسمع بهيك شيء، فممكن لو سمحتوا تقبلوني بدرجات هي حتى مو predicted، هاي درجات هي جد جابتهن. ووقتها قبلوا الحمد لله. شغلة ثانية راح يطلبوها من عندكم هي الآيلتس. امتحان الآيلتس كان بوقتي كلش قليل موجود منه بالعراق، وصعب تحصلون مواعيد بيه، بس هسه من كنت دا أسوي المالطيف هماتين كلش هواي اكو مواعيد ومتوفر هواي أماكن، فتقدرون تحجزوه على القنصلية البريطانية، موقعهم موجود تقدرون تحجزوه من عندهم. إيش قد يطلبون درجة الآيلتس هاي تفرق من جامعة لجامعة. جامعتي كانت 6.5 overall، وأتوقع 6 minimum in each. بس الجامعة الطيف كانت غير شوي أعلى من عندي، جامعة مانشستر. هماتين راح يطلبون من عندكم حساب مصرفي بتكاليف على الأقل تكفيكم سنة كاملة من مصاريف الجامعة ومصاريفكم اليومية، معيشتكم إنها تكفي الاثنين. شلون راح يحسبون معيشتكم؟ أكو يخلون أكو سيستم بريطاني إنه يسوي prediction إنه شقد تقريبا الافريج مصاريف لهالمدينة، يعني افريج مصاريف إنك عايش بلندن أعلى من افريج مصاريف إنك عايش مثلا بأي مكان ثاني بريطاني. بصراحة لندن بتكون أغلى شيء، فيباعون عليها إنه أنت شقد تحتاج وشقد أكو بالمصرف. المبلغ اللي تحتاجه مال سنة واحدة بس، ما راح تحتاجون مال أكثر من سنة. هسه الحساب المصرفي إذا كان حساب الأب أو الأم تحتاجون وثيقة تبين إنه أنتوا أبناء هالأشخاص. يعني إذا الأب فجواز السفر بس كافي، لأنه اسم الأب الكامل موجود على جواز السفر. بس إذا الحساب المصرفي باسم أم تحتاجون شيء اسمه birth certificate، شهادة ولادة أو هيك شيء، اللي هو الوحيد اللي موجود عليه اسم الأم كامل. بالجواز ما راح يكتبوا لكم إياه كامل، والحساب المصرفي باسم الأم كامل، فلازم الحساب المصرفي الاسم اللي عليه مطابق تماما للاسم الأم اللي موجود بالأوراق اللي أنتم مقدميها. فتحتاجون تسوون هالأشياء. ومن تقولوا لهم إنه أني أبويا لأمي راح يصرفون علي، لازم هماتين تكتبون ورقة موقعة من الأم أو الأب إنه هم راح يكونون مسؤولين على دفع مصاريفكم الدراسية كاملة، ويوقعوها وتدزوها. وهاي شغلة بس سويتها على وورد document. فتحت وورد كتبت الأشياء اللي أريدها كليتها، وانطيتها لأمي وأبويا وقلت لهم
لو سمحت وقعوا. ودزيتها هماتين للجامعة. وثيقة السادس راح يحتاجوها مترجمة وموقعة من الخارجية. واكتشفت انه هالشي تقريبا ياخذ شهر كامل لما ترجع، لأن الوثيقة تقدرون بس تحصلوها من المدرسة مالتكم بحد ذاتها. تروحون للمدرسة تقول لهم أنا أريد وثيقتي مترجمة، المدرسة راح تدز طلب من الوزارة إنها تترجمها وتدز لكم إياها، وراح ياخذ على الأقل 3 أسابيع بوقتي لما ترجع مترجمة. بعدين من ترجع مترجمة تروحون تستلموها تودوها على وزارة الخارجية، توقعوها وتختموها وتسوون يعني توثقوها من وزارة الخارجية إنكم تقدرون تدزوها برا. وجوازكم وهالأشياء البسيطة. هاي الأشياء كلها راح تحتاجون تدزوها للجامعة بحد ذاتها. لما توافون شروط الجامعة كاملة راح ينطوكم شيء اسمه كاس لتر. كاس لتر هي عبارة عن إنه الجامعة وافقت على كل شيء وقدمتوا لهم أنتم كل الأوراق اللي يحتاجوها، وراح تحتاجون تاخذون هذا الكاس لتر تروحون للفيزا تقدمون عليها. همتين الفيزا راح يطلب من عندكم شيء اسمه TB تست tuberculosis، بس لأنه العراق هو يعتبر من الأماكن الخطرة إنه يجيكم هذا المرض، فلازم تروحون تسوون هذا الفحص بمكان معتمد من السفارة. أتوقع موجود بالصالحية أو بهيجي مكان. ياخذون أشعة صدركم، بعدين ينطوكم مثل الورقة موقعة وهاي إنه أنتم ما بيكم هذا المرض، وتاخذوها ما تنطوها للسفارة. أصلا تربي رقم، ورقم الفيزا السفارة راح تشيك على سيستمهم معين تتأكد إنه هذا الرقم النطى approved من هيك جامعة على هيك أساسيات. كل الأوراق اللي انطيتوهم إياه للجامعة حتى تقبلكم وتنطيكم هذا الكاس لتر راح ترجعون تحتاجون تقدموها للسفارة بحد ذاتها كsupporting documents. الحساب المصرفي اللي قدمتوه للجامعة راح يكون تقريبا فرق كم شهر بين إنه أنتوا قدمتوا للجامعة وأبروفد وما بين إن أنتوا قدمتوا للفيزا. فتحتاجون تجيبون بس حساب مصرفي state bank statement ثانية، لأنه لازم تكون البنك ستيتمنت مطلعيها أنتم من البنك خلال آخر 30 يوم من يوم تقديمكم للفيزا. فيعني مثلا إذا أنا قدمت اليوم للفيزا لازم أنا أكون مطلعة البنك ستيتمنت بآخر 30 يوم على الأقل. يعني إذا عدى عليها 31 يوم ما راح يقبلوها وراح يرفضون الفيزا لأنه يعتبروها expire. للفيزا بحد ذاتها مصاريفها راح تدفعون في الفيزا بحد ذاتها راح تحتاجون تدفعون الانشورنس مالتكم للفيزا هماتين، إنه تأمينكم الصحي هنا بالدولة لما تجون في حال صار ولا ما صار أنتوا تقدرون تروحون للمستشفى ويندفع لكم كل شيء من الدولة، فتحتاجون تدفعون تأمين صحي بوقت دفعكم للفيزا. راح تحتاجون هماتين حجز طيرانكم. أنا كطيبة أفضل أول ما تقررون تدرسون برا تبدون تحجزون ويا طيران معين من صفحة الويب سايت مالتهم، لأنه راح يبدي كل ما حجزتوا وياهم راح يبدي يبني لكم points لحد ما توصلون مرحلة مثلا سيلفي ينطيكم مثلا فوق 25 كيلو مالتكم اللي عادة تاخذوها من تحجزون من أي شركة 20 كيلو زيادة. يعني أول ما بديت أشتري ويا القطرية، فقاموا بديت أبني نقاطي ويا القطرية، قمت أقدر مثلا إنه أروح priority أدخل ينطيني وزن زيادة، أدخل لاونج اللي هو مال بزنس معا، يعني حتى إذا ما رايحة بزنس أدخل اللاونج مالتهم. فحلو إنه إذا أنتوا رايحين وراجعين على أهلكم تبنون بطاقتكم ويا شركة طيران معينة أحسن لكم. بس راح تحتاجون تذكرة طيران ذهاب وإياب من تقدمون على السفرة مالتكم. أنا كطيبة ما قدمت ذهاب وإياب، أنا قدمت بس ذهاب، لأنه بس ما كنت أعرف إيش وقت عطلتي راح تكون، إيش وقت راح أقدر أرجع للعراق، وودعت أهلي على أساس إني رايحة سنة كاملة أدرس وبعدين راح أرجع لهم، لحد ما رحت واكتشفت إيش وقت أني عطلي وأقدر أرجع لهم، حجزت على هالأساس. زائدا عن إنه حسابكم المصرفي اللي انطيتوه للجامعة وافقت عليه،
نفس الحساب المصرفي راح تنطوه للفيزا راح تحتاجون supporting documents إله. يعني مثلا يقول لك إنه من أين لك هذا، فمثلا إذا عندكم عقد إيجار راح يدخل لكم هذا المبلغ، خلوا هالعقد إيجار ترجموه خلوها ما تنطوا للفيزا. إذا عندكم عقد بيع إنه بعتوا شيء ودخل لكم هالمبلغ من عنده، هماتين ترجموا هذا العقد وخلوه ويا الفيزا. بس لأنه المبالغ مثلا إذا دخلتوا مبلغ كبير فجأة لحسابكم المصرفي راح يقول لك إنه من وين لك فجأة هذا المبلغ، فاهمين؟ الفيزا كلها على بعضها لما تقدموها راح تاخذ تقريبا شهر للدراسية، أسبوعين 3 للسياحة. بس أحسن وقت أحس لازم تقدمون بيه إذا راح تبدون دراسة بنص التاسع، قدموها ببداية الثامن كآخر موعد، لأنه فترة الثامن للعاشر هاي فترة تعتبر كلش هوسة للسفارة البريطانية، لأن كل الناس من كل اللي حوالين العالم دا تقدم بنفس الوقت إنها تجي تدرس هنا، فراح تكون كلش الموضوع زحمة عليهم، ويعتبروه بيك تايم للوقت طلبات الدراسة. فخلوا وقت كفاية إنه أنتوا على راحتكم، ما متوترين أوه ما جتني وآخر موعد وهالأشياء، لأنه الجامعة راح تعطيكم آخر موعد إذا أنتم ما جيتوا داومتوا بيه خلص ما تقدر تستقبلكم بعد، حتى إذا هي عطتكم الموافقة، حتى إذا أنتم قدمتوا للفيزا. الفيزا إذا ما طلعت لكم وسافرتوا وبديتوا دوام بهذا اليوم خلص ما تقدر تستقبلكم الجامعة. هذا الشيء اللي صار ويا طيف، كلش تأخرت فيزتها، والجامعة قالت لها يعني إحنا مددنا لك قد ما نقدر بعد ما نقدر نستقبل. لما تسافرون الجامعة بحد ذاتها تقدر تأرينج نقل من المطار للجامعة لسكنكم، ممكن إضافي، ممكن إنه لا هم خالين باص لأن هواية طلاب راح يجون بنفس الوقت بنفس اليوم. إذا أنتوا الوحيدين اللي راح توصلون بهذا الوقت عادة إنه أنتوا تدفعون إضافي، وراح يوقفون بالمطار ويخلوكم تشترون سيم كارد وهالأشياء. فكجية للدولة ما راح تشيلون همها كلش. سكن هماتين، أكو سكن طلاب وأكو سكنات برا تقدرون تطلعوهن. سكن الطلاب راح تكون موقع الجامعة بحد ذاته مخليلكم عدد سكنات الطلاب اللي موجودات. أكو جامعات بيها سكن شيرنج المطبخ بس، أكو جامعات بيها سكن شيرنج المطبخ والحمام، ماكو جامعات سكنها بيها مطبخكم وحمامكم، ما شفت هالشي أبدا. أحسن شي إنه هو حمامكم غرفتكم بس المطبخ شيرنج ويا 3 أشخاص هماتين. وأكو موقع معروف بريطانيا إذا حبيتوا مثلا تأجرون شقة تقعدون بيها على راحتكم نظيفة وهالأشياء أنتوا تختاروها اختياركم. أنا كطيبة نصيحتي أول ما تجون للدولة يا أما تاخذون استوديو كلش قريب عن الجامعة، يا أما تقعدون بسكن الكلية لحد ما تبدون تتعودون على المنطقة واللي بيها وين الأماكن اللي أمان بيها وين الأماكن اللي مو أمان بيها، بحيث من تدورون شقة لوحدكم تعرفون الأماكن اللي تتجنبوها والأماكن اللي عادي تقعدون بيها، لأنه بيها طلاب هواي. يعني مثلا تلقون هواي عمارات شقق كلها تقريبا باقي الطلاب من الجامعة عايشين بيها، فهاي يعتبر أمينة أكثر إنه أنتوا كلكم طلاب، أكثريتها طلاب اللي عايشين بهاي البناية. وهاي الشي ما راح تعرفوه لحد ما تبدون تداومون، لحد ما تتعرفون على ناس وتبدون تداومون راح تعرفون شنو أحسن وشنو مو أحسن. فنصيحتي إيه، ابقوا بسكن طلاب أو على الأقل استوديو لفترة معينة، بعدين حاولوا شقتكم الخاصة، هماتين أرخص من ناحية المصاريف. بعد تحاول أتذكر لكم أشياء، أنا كاتبة لستة بالأشياء اللي أنا أريد أقول لكم إياها اللي هي الضرورية اللي كل اللي حكيته، بس أحس أكو أشياء راحت من بالي لأني طيف قدمت لها قبل 2 سنين اللي هي الموست ريسنت شي سويته وأني قدمت 2017 وبديت دوامي 2018. المصاريف منح أنا ما أعرف بأي منحة من العراق تطلع كبكالوريوس، أعرف أكو تشيفنينج
تطلعكم للماستي وللبي اتش دي، بس ما أعرف بأي منحى عن البكالوريوس بصراحة. فتجربتي أنا اللي دا أحكي لكم إياها هاي تجربتي من ناحية شخص دفع بشكل خاص. سعر السنة التحضيرية ببريطانيا للشخص جاي من برا راح يتراوح ما بين 15,000 ل 30,000 دولار على حسب الجامعة وعلى حسب مكانها. فما أقدر أنطيكم سعر معين يعني أبدا. اللي يسألوني إيش قد بالضبط أنتي دفعتي، ما أقدر، لأنه تفرق من جامعة لجامعة، كلش تفرق أسعارهن على حسب هن مكانهن وين، وعلى حسب هي الجامعة إيش قد عندها مقاعد للي جايين من برا، وإيش قد عندها مقاعد للهوم ستودنتس اللي هم البريطانيين ولا الأوروبيين، دول يعتبروهم هوم ستودنتس، دول يدفعون نص ربع اللي انتو تدفعوه كجايين من برا. بس هذا السعر اللي يتراوح به حوالين بريطانيا كلها، يعني أقل شي ممكن تلقون سنة تحضيرية 15,000 دولار. ما يشمل تخصصكم. تخصص هماتين سعره راح يكون أغلى من السنة التحضيرية. راح أسوي لكم فيديو ثاني عن القبول بالطب وسنين الطب كاملة. أنا بس لأنه ما ردت أسوي هذا الفيديو كلش طويل، فردت أركز لكم بيه عن طلعتي من العراق ودخلتي بريطانيا شون عادلت الشهادتين، بس لا أكثر. وإن شاء الله يكون عندنا مدارس فد يوم نباوع ونقول إنه هاي المدارس ماخذة بعين الاعتبار، أو الوزارة ماخذة بعين الاعتبار إنه أكو ناس تحب تدرس برا، ليش نضيع سنة من حياتهم. ماخذة بعين الاعتبار إنه أكو امتحانات international إنه اللي يريد يسويها ترى أكو مركز تقدرون تسووها. هسه المدارس الانترناشنال موجودة هسه دا تسوي الامتحانات اللي من برا، بس بعدهم يدوب للسنين القليلة، بعدهم ما سووا للسادس، أو ما أدري إذا خرجوا سنة، لأن أعرف مدرسة شجن دا تدرس هسه بنفس الوقت اللي تمتحن بيها امتحانات وزارية عراقية، تمتحن بيها الامتحانات اللي برا للطلاب اللي يريدون يدرسون برا. فأكو مدارس هسه دا تبدي، بس مع الأسف على وقتي ما كان عندي هيج اوبشن، وكنت أدور إذا أكو مركز يعادل يسوي لي أي واحد من ذني الامتحانات، وكان أكو أتوقع بالأردن، بس لازم يكون عندكم إقامة بالأردن حتى تسووها هناك. وكان يعني كنت أحاول ألقى أي فرصة إني ما أخذ سنة زيادة وما أدفع زيادة وخلص ما أتبهذل، يعني بدل ما أروح 6 سنين يعني أوريدي ضيعت سنة من عندي، يعني هاي 7 سنين من حياتي أني أروح بس 5 سنين، فاهمين؟ فإن شاء الله يا رب نوصل مرحلة نشوف إنه طلابنا يقدرون بكل سهولة يطلعون برا. إن شاء الله يا رب نوصل مرحلة اللي عندنا منح بكثرة للطلاب الأوائل يطلعون يدرسون برا. إن شاء الله يا رب ما نشوف ناس تخسر حلمها لأنها طلعت 96 97. 96 97 مو قليلة إنكم تحصلوها أبدا، مو قليلة. هذا شخص شاد حيله وتعب حتى يطلع هالمعدل، بس فقد حلمه بس لأنه ما يقدر يدخل طب حتى بهيك معدل عالي. هذا المعدل 95 مالتي من قدمت برا مبهورين بيها إنه واو أنتي شاطرة، يعني انتي مو كسلانة جايتنا، انتي شاطرة، انتي درجاتك عالية، انتي بالرياضيات جايبة 100، يعني انتي عبقرية، ماكو أحد يجيب 100 بالرياضيات. بس احنا وصلنا مرحلة بالعراق قد ما علت توقعات وعلت حدود الدنيا للدخول للطب، كنا نشوف انهم 97 كأنك حاولت بس خلاص ما صارت لك، يعني نفسيا متعبة للطلاب صراحة. الله يساعدكم. إن شاء الله يا رب يكون هذا الفيديو فاتكم، ومثل ما قلت لكم راح أسوي لكم فيديو ثاني بس على الطب بحد ذاته. آسفة لباقي التخصصات لأن ما عندي خبرة بباقي التخصصات، ما راح أقدر أساعدكم بالمعلومات اللي عندي، بس نفس الخطوات تقدرون تتبعوها لتخصصكم انتو. إن شاء الله تفيدكم هم هي.
ولو سمحتوا لا تدفعون زيادة على مكاتب تضيع من عندكم وقت وفلوس وجهد، ونفسيتكم تعبانة ما تعرفون ايش دا يصير ما يصير. وانتوا تقدرون تتواصلون مباشرة ويا الجامعة. ماكو جامعة بريطانية ما راح تتواصل وياكم مباشرة، ماكو. فإيميلكم هو الشيء الأثمن عندكم خلال تواصلكم وياها. دائما انتبهوا لإيميلاتكم إذا قد قررتوا تقدمون. وبس كل اللي تحتاجون إن انتوا تكتبون إنجليزي. يعني إذا أنت مقرر إنك تدرس برا المفروض الإنجليزية يعني محترمة، فتقدر تسوي تاخذ وتنطي ويا الجامعة. تقدرون تاخذون وتنطون ويا الجامعة. وبس هاي أكبر نصيحتي. وفكروا بيها قبل ما تسووها، لأن الدراسة برا مو دايما حلو، مو دايما أيام حلو. وبس.